السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير في كل مكان. معانا قصة النهاردة جميلة، يمكن يكون في منكم ناس عارفينها، لكن أنا حابب أصيغها لكم النهاردة بشكل تاني. وطبعا هنقول الدروس المستفادة من القصة. جحا والحمار. القصة اللي معانا اسمها قصة جحا والحمار. جحا كان حابب يروح السوق هو وابنه هو فطبعا بقى زمان كانت وسيلة المواصلات المستخدمة هي الحمار. ما كانش عندهم بقى في عربيات ولا قطارات ولا طيارات ولا اي حاجه، هي وسيله المواصلات المستخدمه هو الحمار. فطبعا جحا وابنه خدوا الحمار ومشوا على الطريق. ركب جحا وابنه على الحمار وفضلوا ماشيين. مشوا على قد ما مشوا قابلهم مجموعه من الناس، فالناس انتقدوا جحا وقالوا يعني شايفين المفتري راكب على الحمار هو وابنه، ما عندهمش رحمه. طبعا جحا يعني ما عجبوش الكلام، راح نازل ومركب ابنه وراح ماشي. بقى هو ماشي وسحب الحمار لابنه. قعدوا يقولوا شايفين الراجل اللي ما عندوش رحمه، او شايفين الراجل الاهبل مركب ابنه وماشي هو وسحب الحمار. راح راكب جحا وراح منزل ابنه وفضل ماشي. بعد فتره او بعد مسافه برضه قابلته مجموعه من الناس، قعدوا يقولوا شايفين الراجل المفتري راكب وما عندوش في قلبه رحمه وماشي ابنه الطفل الصغير. اخر ما غرب راح نازل جحا ونازل ابنه من على الحمار وراحوا ماشيين وساحبين الحمار. قابلوا برضك مجموعه من الناس تانية، قالوا شايفين الراجل الاهبل ماشي ورايح مشوار هو وابنه وساحبين الحمار، امال لازمه الحمار ايه؟ راح راكب، راح نازل جحا وراح واخد ابنه وراحوا شايلين الحمار فوق دماغهم. يعني جحا وابنه راحوا شايلين الحمار وراحوا ماشيين. فضلوا ماشيين لحد ما قابلهم برضك مجموعه من الناس، مجموعه تانية من الناس، فقالوا شايفين المجنون ماشي هو وابنه شايلين الحمار فوق دماغهم. ولهنا تكون نهايه القصه بتاعتنا. المقصد من القصه او المغزى من القصه بتاعتنا، ما يهمكش كلام الناس. انا حابب ان انا اقول القصه دي في الاول عشان بس اقول لك يعني ما يهمكش كلام الناس. الناس مهما تعمل مش عاجبهم حالك، ومهما تقول برضو مش عاجبهم حالك. الناس ربنا يعني يرحمنا جميعا برحمته، ما بيسيبوش حد في حاله. اعمل اللي انت مقتنع بيه، اعمل اللي انت شايفه صح، اعمل الحاجه اللي انت من جواك شايف ان هي لا فيها حرام ولا فيها خروج عن الواقع او المألوف ولا فيها خروج عن العرف. طالما الشيء اللي انت بتعمله شيء في سياق يعني الحلال، حاجه حلال، الحاجه اللي انت بتعملها ما بتأذيش بيها حد، الشيء اللي انت عايز تعمله او الشيء اللي انت بتعمله مقتنع من جواك ان هو حاجه حلال، اعمله. ما تقولش لا عشان خاطر الناس هتقول او الناس هتتكلم، او انا مش خارج عشان الناس، مش هلبس عشان خاطر الناس، او مش هعمل عشان خاطر الناس. الناس ما بتسيبش حد في حالها. يعني رسالة لكل انسان بيخاف من كلام الناس. طالما انت واثق من نفسك وواثق من شخصيتك وواثق من اللي انت بتعمله، توكل على الله، ما يهمكش حاجه وما يهمكش حد، وخليك دايما قدام. هحكي لحضرتك موقف حصل معايا انا شخصيا، يمكن اثر عليا ويمكن لازال لحد النهارده مأثر عليا. انا كنت عامل قناه قبل ديت والحمد لله اتقفلت، كانت اسمها يوميات الشامي وشيماء. القناه ديت انا كنت بقدم فيها محتوى هادف برضه وجميل وكويس جدا، وكنت شغال عليها شغل عالي. وكنت بقدم فيها عباره عن يعني زي شكل درامي او قصه دراميه، بقدم من خلالها معلومه مفيده للناس. يعني مثال زي مثلا فرق ما بين الزوج العصبي والزوج الحنين، الفرق ما بين الزوجه العصبيه والزوجه النكديه، وهكذا الزوج البخيل والزوج الكريم. كنت بعمل مواضيع زي كده كتير. المهم في تعليق جالي على القناه، وطبعا ده كان بالنسبه لي حاجات جديده، وكان بالنسبه لي القناه كانت لسه اول مره، وكان التجربه دي كانت تجربه صادمه لاول مره. فلقيت واحده بعتالي وبتقول لي انت بتتاجر باولادك عشان خاطر الفلوس. طبعا كان الموضوع بالنسبه لي كان زي الصاعقه، اتصدمت واثر فيا جدا. مسحت فيديوهات كتير جدا جدا واتقفلت القناه، لان طبعا انا قعدت اهبل فيها وبالفعل اتقفلت القناه. لحد النهارده انا بقول لحضرتك، لحد النهارده الموضوع ده مأثر فيا نفسيا. ومن هنا انا بقول لك يعني يا ريت ما تبصش لحد، وخليك في نفسك وخليك في حياتك. حاول على قد ما تقدر تعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، تعمل اللي يرضي ربنا ويرضيك انت شخصيا. خليك واثق في نفسك،
طالما انت ما بتعملش حاجه غلط، طالما انت ما بتعملش حاجه حرام، طالما انت ما بتاذيش حد، توكل على الله وخلي ربنا في صفك وفي كومك، ودايما اعتمد على الله سبحانه وتعالى. وتاكد تمام التاكد ان مفيش حد اجتمعت عليه الناس بحالها. يعني لا النبي عليه الصلاه والسلام ولا رب العزه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ياما اوذي، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه البدع. يا عم هنروح بعيد ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى رب العباد رب الكون ما سابهوش في حاله. سبحان الله، انت هتروح فين انت؟ ربنا قالوا عليه ان هو ثالث ثلاثه، يعني ده مش لوحده، ده معاه ناس تانيه. وقالوا ان عليه ان هو يعني اصطفى البنات على البنين، يعني ده البنات تبعه، وان هو عيسى ابن الله. يعني تخيل انت، يعني الناس ما بتسيبش حد في حالها. الناس هدامه، كلام الناس بيهدم ما بيبنيش. مش هيقول لك نصيحه خالصه لوجه الله وحابب لك الخير الا اذا كان بيحبك فعلا لوجه الله، وده بتبقى نادر. يعني في حياه كل انسان مننا ممكن يبقى واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير يعني. لكن انا اسف ان انا طولت معاكم في الكلام. خلاصه الكلام رساله موجهه محدده: طالما انت واثق في نفسك توكل على الله واعمل اللي انت نفسك فيه، طالما في سياق الحلال والحرام، ما بتتخطاش الحد دوت، وطالما انت ما بتتعداش العرف حتى برضك المجتمع اللي انت فيه على قد ما بتقدر. ما يهمكش كلام الناس، عشان خاطر كلام الناس بيرجع لورا ما بيقدمش لقدام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.